بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده يا حبايب قلبي يوم جديد وتجمع جديد على السطح ان شاء الله. يعني اي تجمع هنعمله على السطح او اي عزومه او اي لمه لينا لمه العيله على السطح ان شاء الله هصورها لكم. خلاص احنا طبعا بدأنا اليوم بتاعنا. بط يا جماعه، هننضف البط كده وهنظبطه وهننقعه. فكل واحده كده قالت يعني هتتخصص هتعمل حاجه علشان ننجز معانا، لان احنا كلنا صايمين. وبعدين ما شاء الله العدد كبير وهنعمل أصناف كتيرة فعشان ننجز معانا. طبعا هنا الشعرية طبعا للرز. المقطع بتاع الرز مسبق يا جماعة. حمرنا الشعرية كده وهننزل بالرز وهنغطي عليه وهنسيبه بقى لحد ما يشرب. تمام. هنشتغل بقى في المكرونة بشاميل. عملنا برضو مكرونة بشاميل، يعني هنسلق المكرونة. مية السليق بتاع المكرونة يا جماعة بتاع البشاميل ما بيتحط لها الزيت، يعني مية وملح يغلوا كده. هننزل نسقط المكرونة معانا ونسلقها، بتاخد سلقة زيادة شوية عن المكرونة اللي هي مصلصة. يعني بتدي لها سلقة زيادة شوية. تمام. بعد ما سلقناها بقى صفيناها وشغالين الوقت في البطاطس. هنعمل صينية بطاطس. بس الفراخ هتتطبخ لوحدها والبطاطس لوحدها. طبعا حمرنا 3 4 بصلات كبار كده شوحناهم، نزلنا عليهم بالصلصة السبكت وحطينا معاهم البطاطس تاخد غلوة كده، وبعدين هتكمل سواها في الفرن. طبعا حطينا التوابل بتاعتنا، حطينا الكمون طبعا لان البطاطس بتحب الكمون، وتوم دقينا راس توم كده حلوة علشان برضو البطاطس بتحب التوم زي ما بتحب الكمون. هنا طبعا هنقطع عودين خضرة كده وهندخلها الفرن. صينية بطاطس بسم الله ما شاء الله. ما خدتش معانا وقت برضو. والفرن على فكرة يا جماعة لما بتحطي الأكل بتاعك في الفرن بينجز معاكي. يعني لما تكون في عزومة ولا حاجة برضو، يعني اما تنظمي كده، أهم حاجة التنظيم والتوزيع، يعني توزعي كده وتنظمي نفسك. الأكل ما بياخدش معاكي أي وقت. طبعا الفرن بتاعنا البلدي ما شاء الله تبارك الله بينجز يا جماعة وما بياخدش زي ما قلت أي وقت خالص. هنا طبعا هنقفل عليها بقى الفرن، نسيبها تستوي كده وتتكتك مع نفسها. وهنكمل بقية المكرونة بالبشاميل. احنا طبعا زي ما قلت سلقنا المكرونة. هنعمل بقى البشاميل بتاعها. البشاميل عبارة عن ايه؟ عدد معالق السمنة او المادة الدهنية نفس معالق الدقيق. يعني لو انت حطيتي 4 معالق دقيق يبقى 4 معالق سمنة، 5 معالق سمنة يبقى 5 معالق دقيق. نفس العيار يا جماعة. خلاص. طبعا بتديلهم تحميصة كده، ما بتحرقهمش او بتحمرهم زيادة علشان ما يغمقوش معاك البشاميل. بتديلهم لون كده يعني او تحميصة علشان الرطوبة اللي فيهم. وبرده طعم البشاميل يبقى طعمه حلو كده، الدقيق ما يبقاش طري فيه. بعد ما بيبدأ ايه يعني يسخن معاك ويبدأ ريحة الدقيق تطلع، بتنزلي بالحليب. كمية الحليب اللي انت عاملاها، انا هنا هنزل بحوالي لتر ونص حليب. لو انت عوزتي بقى حليب او الحليب معاكي مش كفاية، بتزودي شوية مية من سليق المكرونة، او بتحطي يعني كرنبين شوربة كده، ممكن لتر حليب وكرنبين شوربة عليه. هنا طبعا هحط الملح بتاعي، بس انا عملت كله حليب. هحط يعني كرنب الملح بتاعي. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي، تبلي بقى زي ما انت عايزة التوابل بتاعتك. وبعدين هقلبهم في بعض علشان برضو يعني يتمزجوا كده من بعض. وهنزل بالجبنة الموتزاريلا اول ما قبل ما اطفي كده بتكة على البشاميل بتاعي، يعني ما احس انه بدأ يربط بضيف معايا جبنة موتزاريلا. انا بضيف يا جماعة الجبنة الموتزاريلا معايا في البشاميل علشان لما اجي اقلبها على المكرونة تبقى المكرونة كلها متطعمة بالجبنة الموتزاريلا. كده خلاص هطفي بقى على البشاميل واسيب الجبنة هتسيح فيه. هعصج بقى اللحمة بتاعتي. هنا معايا كده بصلتين كبار، وهديلهم الاول يعني اطلع ريحة البصل الاول منهم واديلهم تشويحة خفيفة كده. انا بحب كده يا جماعة اشوح البصلة الاول وبعدين اضيف لها اللحمة علشان بتسكر معايا اللحمة وبتدي لها تسكير. طلع ريحة البصل الاول منها وبعدين بنزل باللحم. اول ما تبدأ تغير اللون كده وخلاص بتبلها بقى، تحط لها التوابل بتاعتك اللي هي الفلفل والكمون والكزبرة. عايزة تحط بهارات 7 بهارات شوية صغيرين. الملح بتاعك خلاص. اول ما تحس ان هي خلاص يعني سبكت او اتعصجت خلاص بتطفي عليها البوتاجاز. كده خلاص يعني يعتبر المكرونة بتاعتنا خلصت. ما عادش فاضل بقى غير نرصها او نركبها في الصينية كلها على بعضها. طبعا معايا زي ما قلت احنا كنا عاملين بط. طبعا البط لوحده يا جماعة انا ما بنطبخش البط مع الفراخ. طبعا في اطفال ما بتاكلش البط، فاحنا عملنا كده فراخ.
فالفراخ بقى يعني هنسلقها سلق عادي، مش هندخلها الفرن ولا حاجة، هنبقى نحمرها في الفرن في الاخر، لكن هنسلقها بشوربة سليق عادي خالص. حطينا الفراخ، واول ما الفراخ بدأت تتنشف حطينا لها معلقة التوابل بتاعتنا ووحدتين بصل كده صغيرين تتنشف بيهم على نار هادية خالص. اول ما احس ان هي بدأت تتنشف هنزل بوحدتين حبيتين 3 طماطم كده برضو عشان تتنشف تكمل التنشيف او تكمل، هلوحها بيهم يعني. خلاص. هظبط بقى احط الملح بتاعي وشويه سكر صغيرين خالص بدوا مزازه كده معايا للفراخ، وهدي عليهم النار على نار هاديه خالص. طبعا ما انساش فصين توم والحبهان والورق اللورا، ده بالنسبه للفراخ. هنا صينيه البطاطس معايا بسم الله ما شاء الله بتتكتك في الفرن اهي، فقلت كده اشوفها واطمن عليها وبعدين اعمل صينيه البشاميل بقى علشان تستوي مع صينيه البطاطس. هنا نزلت كده بكبشتين من البشاميل، وهحط بقى في نص الصينيه، الصينيه بتاعتها نص، هحط نص الكميه في نص الصينيه، وهحط عليها اللحمه المفرومه، وانزل بالنص التاني نص المكرونه التاني. تمام. طريقه سهله جدا، وطريقه يعني طرق تقليديه وطرق متعارف عليها وكلنا عارفين يعني عملنا الطرق ديت قبل كده. هنا طبعا هنزل بنص البشاميل التاني، وهظبطها كده وهحط البشاميل على الوش. زي ما انا قلت بقى انا حاطه الجبنه الموتزاريلا كتيره، يعني حطها مظبطاها في البشاميل علشان حتى المكرونه اللي تحت كلها تبقى واخده طعم الجبنه الموتزاريلا. البشاميل اللي معايا ما شاء الله كان بيمط، وحتى الجبنه باينه فيه جدا، وانا يعني كل ما اجي اقلب كده وفي مطه كده في البشاميل اللي انا عاملاه. تمام. انا هدخله بقى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هندخل معايا خلاص الصينيه جهزت، هندخلها الفرن مع صينيه البطاطس كده علشان نكسب وقت. لو اقول لكم يا جماعه ان الاكل ده والله العظيم ما خدش، يعني احنا الساعه 4:30 بدأنا في الاكل. طبعا البط متنضف من قبل كده، لكن الاكل فعليا الطبيخ بدأنا نعمل الاكل كانت الساعه 4:30، يعني ما شاء الله احنا خلصنا الاكل ده كله في وقت قياسي جدا وما خدش معانا اي وقت. هنا طبعا خلاص انا حطيت صينيه البشاميل اللي في الفرن، وحطيت صينيه مع صينيه البطاطس، والرز خلاص يعني كان على النار الوقت كده بتشرب، وما فاضلش معاهم الفراخ كانت ولعة على البوتاجاز ومهديه عليها، ما فاضلش معايا غير ان انا نحمر ده يا جماعه بفتيك من اللي هو البفتيك الكداب. فطبعا سخنا كده الطاسه في شويه زيت زي ما انا عملته معاكم قبل كده في الفيديو، وهنحمر برضو علشان الاولاد. احنا ما رضيناش نعمل يا جماعه اللي هي الكفته اللي هي الكفته الاقتصاديه، فعملنا كده بفتيك للاطفال، او مثلا اللي عاوز يعني مش حابب ياكل بط ومش حابب ياكل فراخ، او برضو علشان بتزود المناب شويه، وصنف برضو الاطفال بتحبه سهل يعني ايه، ما بياخدش اي وقت خالص. تمام. هنا كده بنحمره على نار متوسطه علشان يستوي. طبعا البطاطس معايا خلاص كانت دخلت في السوا، والمكرونه البشاميل خلاص الفرن ولع من تحت ومن فوق، خلاص قربت تتحمر. وكده خلاص يا جماعه يعني ما فاضلش معانا حاجه في الاكل، احنا كده خلاص. السلطة بقى عملنا السلطة، وكان في برضو عملنا يعني حلة محشي كده صغيرة، ما رضيتش اصورها معاكم، بس هي طبعا انتوا هتشوفوها ساعة الاكل، لان طبعا انتوا انا عملت معاكم المحشي قبل كده كتير. وهنا بقى ده صينية كان فيها اللي هو البفتيك اللي انا كنا محمرينه، والبطاطس بتاعتنا طلعت من الفرن اهي. ما شاء الله الاكل ما خدش اي وقت خالص. كده خلاص بقى عملنا العصير وهنبدأ نغرف بقى. وكان يعني اللي بيجهز بقى بيفرش في السطح واللي بيغرف، كنا ما شاء الله يعني كنا تجمع، فكل واحد بيعمل حاجة. هنا ساعة الغرف بقى يا جماعة كان خلاص ما فاضلش غير 5 دقايق. زي ما قلت لكم الاكل ما خدش معانا اي وقت خالص، الاكل كله كان سخن، فما خدش يعني حتى كمان المكرونة كانت علشان ما سيبناهاش تبرد، احنا عملنا المكرونة ونزلت من الفرن وقطعنا فيها على طول. المفروض المكرونه يا جماعه ان هي بتساب تبرد شويه علشان تطلع يعني ايه الخلطه كده يعني ايه متماسكه وماسكه نفسها. طبعا عملنا عصير، كان عصير مانجا وعصير برتقان، وفرشنا بقى هنا بيجهزوا السطح. هنا حسام بيفرش بيفرش الحصير عشان نقعد.
الاطفال بقى هنا بيفرشوا ونحطوا المفرش. كل سنة وانتم طيبين وفي بيوتكم ومع اهاليكم متجمعين، وربنا يعودها علينا وعليكم الايام بخير. التجمعات دي يا جماعة، ايام رمضان ايام جميلة جدا، والتجمعات ايام يعني بتبقى حلوة كده وبهجة وفرحة. ربنا يا رب يفرحكم بحبايبكم. هنا خلاص، خلاص تقريبا الأذان بدأ يأذن، وكنا بننزل الأكل، بنرص الأكل بقى. يعني أنا يعني حاولت أصور لكم كده الشكل النهائي بتاع الأكل على قد يعني إيه ملحقت أصور لكم مقتطفات كده من الأكل، لأن انتوا عارفين طبعا رمضان والأطفال معانا أطفال ما شاء الله، فما بيصدقوا بقى إن الأذان يأذن. وطبعا عايزين بقى يشربوا العصير، وما بيصدقوا الأذان يأذن يقعدوا بقى عايزين ياكلوا. فأنا حاولت كده قدر الإمكان والغرف شغال إن أنا أجيب لكم كده مقتطفات. كل سنة وأنتم طيبين. طبعا بعد ما خلصنا الفطار بتاعنا، احنا طبعا بنحب الكنافة يا جماعة، بنحب الكنافة بتاعتنا سخنة. أنا كنت عملت معاكم الكنافة قبل كده بالقشطة الكدابة دي يا جماعة. معلقتين نشا كبار على كوبايتين حليب، وهنقلبهم ببعض وهنحطهم على النار. اول ما يربطوا كده هننزل بمعلقتين كبار جبنه موتزاريلا. انا بحط جبنه موتزاريلا يا جماعه في القشطه الكداب. طبعا كوبايه سكر او نص كوبايه سكر على الكنافه اللي هو السكر الناعم. بنكسره كده بالكنافه بكوبايه سمنه، وبعدين بنقسم المعيار نصين. نص الكنافة حطيناها في الصينية من تحت، دهنا الصينية كويس، وبعدين حطينا القشطة يعني هي الحشوة بتاعتنا القشطة أو هنقول عليها قشطة بقى مش قشطة كداب في النص. وهنحط معانا اللي هو الزبيب وجوز الهند كمان. القشطة يا جماعة القشطة الكدابة ما بيتحط لها السكر علشان ما يعني ما بتقوم غمقية أو بتسود لما بتحط لها وتضيف لها السكر. أهم حاجة إن أنت بتضيفي السمنة وبتدعكي الكنافة كويس جدا بالسمنة. تمام. ده النص التاني بتاع الكنافة، هنحطها بقى على النص ونغلفها. يعني هنحطها كده وايه، وحاولي ما تضغطيش. الطبقة التحتانية بتضغطي عليها وبتسويها كويس، انما الطبقة الفوقانية ما بتضغطيش، بتسويها بس بايدك كده. طبعا حطيناها في الفرن، ده كان بعد الفطار مباشرة يا جماعة، علشان احنا بنحب الكنافة سخنة. لو انت يعني بتحب الكنافة مثلا باردة او كده بتعمليها قبل الفطار، لكن احنا بنحب يعني ايه عملناها وما سويناهاش. انا حتى ما المقطع ده ضفته لكم الاخر. يعني ما حبيتش ان انا اجيبه لكم في الاول مع الاكل، لا احنا انا حطيته لكم بعد ما فطرنا رجعنا تصورنا الكنافه بتاعتنا. خلاص كل سنه وانتم طيبين. ده كان الفطار بتاعنا النهارده، وده الفيديو بتاعنا النهارده، ودي الكنافه بتاعتنا بتاعت النهارده. طبعا هي مش محروقه يا جماعه، هي يعني ايه خدت لسعه كده من الجنب اللي هناك ده. هننزل عليها بقى بالشربات. طبعا الكنافه بتكون سخنه، الشربات بيكون بارد يا جماعه. احنا كنا عاملين الشربات قبل الفطار ومجهزين كل حاجه، فيما عدا ما حطيناهاش في الفرن غير لما الاذان أدي او فطرنا. الفيديو بتاع النهارده كان سهل وبسيط يا جماعه، وده تجمع من تجمعاتنا. كل سنه وانتم طيبين.